هارون الرشيد الخليفة العباسي. عبالك هارون الرشيد بالك هو أكثر شخصية في التاريخ شوهت صورتها، شوه صورته بواحد الطريقة عبالك غريبة عجيبة. هارون الرشيد كان يجاهد عاما ويحج عاما، ردوه سوكرجي وزير النساء وعلى عام خابطها. هارون الرشيد في وقته كانت الملكة إيرين هي ملكة الإمبراطورية البيزنطية، ودارت معاهدة مع هارون الرشيد، واقتضت المعاهدة هذه أن تدفع الإمبراطورية البيزنطية جزية سنوية للمسلمين، وبقت تدفع في هذه الجزية حتى ماتت، حتى سنة 802 ميلادي. حكم الإمبراطورية البيزنطية ملك روماني اسمه نقفور. ما عجبوش الحال واش كانت تدير الملكة إيرين، فبعث رسالة لهارون الرشيد قال له فيها، وجاء في الرسالة من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: أما بعد، إن الملكة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخي، وأقامت نفسها مكان البيدق، فحملت إليك أموالا ما كنت حقيقا أن تحمل أضعافها لها، لكن هذا حمق النساء وضعفهن. فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما أخذت من مالها، وافتدي نفسك بما تقع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. هارون الرشيد منه صح هذا يحكي معايا، تهضر معايا هكذا. قلب الرسالة كتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، اسمع يا ابن الكافرة، قد قرأت كتابك هذا، والجواب ما تراه لا ما تسمعه، والسلام. وكما كان الحال، هارون الرشيد وجد الجيش ديالو وراح لمدينة هرقل اللي كان فيها نقفور، درز عليه وعفس عليهم وأخذ مدينة هرقل. هذا هو هارون الرشيد، ماشي سوكرجي. السلام عليكم.